السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنى ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديالكم وتتقولوا يا لبنى علاش ما تكتبيش لينا الاثمنه في صندوق الوصف حتى بالدرهم، علاش تكتبيها بالاورو؟ بغينا الاثمنه ديال المغرب، بغينا الاثمنه بالدرهم. فصراحه دائما تيكون عندي مشكل لانني ما كنعرفش الاثمنه في المغرب شحال دايره، ودائما تنبقى نبرزط الصديقات ديالي اللي تنستعن بهم. هادشي اللي مره تلقاوني تنكتب لكم هكايا الثمن في صندوق الوصف اغلبيه. واليوم بغيت نشارك معكم كيف ما شاركت مع البنات ديال فرنسا وديال اوروبا بصفه عامه، يعني الاثمنه ديال المعسلات ديال هاد السنه هذه مع هاد الغلاء ديال المعيشه اللي ولينا كنشوفوا بزاف زائد الاتعاب وتماره. لان البارح شفت بزاف ديال التعاليق ديال البنات اللي صراحه انا حسيت بهم، البنات اللي كيديروا لي كوموند، البنات اللي كنرفع ليهم شابو من هنايا صراحه، لان هاد الخدمه هذه ماشي سهله وكيعرفها اللي مجربها ماشي سهله. واحد التعليق ديال واحد الاخت مسكينه قالت لي في واحد لا فيديو ديال الشباكيه، قالت لي 4 كيلو يعني شبكتي زعما هكا، انا غير نص كيلو راه كنتعب فيه. حتى حاجه ما سهله في الدنيا، وبالخصوص لقمه الحلال راها صعيبه، ولكن الحمد لله ربي كيجعل فيها البركه. فاليوم بغيت نشارك معكم الاثمنه بالدرهم يعني فتحت واحد كما نقول لكم واحد البحث وصراحه كانت بالمساعده ديال الصديقات ديالي اللي هما مطبخ ابتسام امبراء ومطبخ كريمه المراكشيه، اللي حاولت ناخذ لكم واحد الاثمنه وسط ونقولها لكم ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو بالنسبه للمتتبعات ديالي. فكنشكرهم على الجهود ديالهم من هذا المنبر، كنقول لهم شكرا بزاف. بالنسبه لهاد السنه هذه وهاد الاثمنه اللي كاينه حاليا، راه بنادم ولا واحد غير مع الزيت مع كل شيء اللي ولا غالي بزاف، والمعسلات كيف ما كنعرفوا يعني اغلبيه كيتقلاو في الزيت. فكنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو البنات كاملين اللي محتاجينه، المبتدئات او اللي ما عارفينش باش يخدموا هاد السنه. اول حاجه غنبداو بها كيف ما غنقولوا الشباكيه. بالنسبه للشباكيه ديال اللوز انا خديت واحد الثمن ديال الوسط، يعني ما بين 90 حتى 100 درهم الشباكيه ديال اللوز بالنسبه لهاد السنه، شباكيه مقومه اللي كتكون زوينه. بالنسبه للشباكيه بلا لوز يعني كتمشي ما بين، على حساب نتوما البلاصه فين ساكنين، دائما كنقولها لكم على حساب البلاصه فين ساكنين وعلى حساب نتوما الاتعاب ديالكم اللي ضربتوا، الكاليتي ديال لي برودوي باش خدمتوا كل شيء. تشوفوا عينكم ميزانكم الحاجه باش تخرجكم. انا بالنسبه هنا الشباكيه بلا لوز يعني ما بين 60 70 حتى ل 80 درهم تقدروا تدفعوها. بالنسبه للبريوات ديال اللوز 150 درهم، المحنشه ديال اللوز 150 درهم. بالنسبه للبريوات ديال الكاوكاو ب 90 درهم، المحنشات ديال الكاوكاو ب 90 درهم. بالنسبه للسلو بالقوام يعني كامل كله وكيفاش كيحسبوا، باش كيحسبوا على حساب باش خدموا باش خلطوا، من 150 درهم حتى ل 180 درهم. سلو اقتصادي كيمشي ما بين 100 درهم حتى ل 120 درهم. بوشنيخه ولسان العصفور ما بين 60 درهم 70 درهم 80 درهم، على حساب القوام اللي خدمتي بهم تما وعلى حساب الثمن اللي غيسلكك وعلى حساب البلاصه فين نتوما ساكنين. المعسلات اللي كيتخدموا بورق الفيلو بكاوكاو، لي سيجار بكاوكاو اولا هكا الكنافه بكاوكاو، هاد الانواع اغلبيه كاملين كيمشيو على 100 درهم على حساب كل واحد. وكيف ما كنقول لكم بالنسبه للمقروط ديال التمر كيمشي على 70 درهم. بالنسبه الا كنتم مدخلين فيه شويه ديال اللوز في العقده، الا ما كانش ما بين 60 حتى ل 70 درهم يعني، وباللوز راه من 70 حتى ل 80 درهم. البليغات ديال الزنجلان 80 حتى ل 90 درهم، ممكن حتى اكثر على حساب الزنجلان اللي خدمتو به بشحال الثمن ديالو. بالنسبه غندوزو شويه للمالح، نخلط لكم هاد لا فيديو هذا شويه ما بين البسيطلات ديال اللوز ديال الدجاج كيمشيو ما بين ميني بسيطلات كيمشيو من 15 حتى ل 20 درهم. البسيطلات ديال الحوت ميني بسيطلات ديال الحوت ما بين 25 حتى ل 30 درهم. بسيطلات بمذاق الحوت ما بين 15 حتى ل 18 درهم. السيجار ديال الكفته ب 10 دراهم حتى ل 15 درهم على حساب حتى الحجم ديالو. سيجار بالحوت ما بين 13 حتى ل 15 درهم. السيجار بالخضره ب 8 ديال الدراهم، بما ان الخضره راه ولات العافيه يعني راه
تقريبا الخضره ولات بحال بزاف ديال الحوايج اللي هما غاليين ولاو بزاف. بالنسبه للملاوي 5 ديال الدراهم، المسمن 5 ديال الدراهم. بالنسبه للمسمن والملاوي عامرين بالخضره ب7 ديال الدراهم باش كيخرجوا. مسمنات في الفران بالخضره والكفته ولا ب8 ديال الدراهم. تنتمنى هاد الاثمنه هذه نكون فتكم فيها ولو بالقليل، يعني هكا نفيد البنات اللي متبعيني وكيطلبوني دائما لبنى الاثمنه بالدرهم، لبنى كتبي لينا الاثمنه بالدرهم، علاش كتكتبي غير بالاورو؟ فانا اليوم حققت لكم هذا الطلب هذا. تنتمنى نكون ما تعطلتش عليكم وكنتمنى لا فيديو هنا الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو بالعائله والاصدقاء. اللي خصاتها شي حاجه اخرى تكتبها لي في التعليق ونخلي ليها الثمن ديالها ان شاء الله يا ربي. تنتمنى هاد الاثمنه يكونوا فادوكم على حساب دائما الواحد البلاصه فين ساكن والاثمنه اللي راهي جات تما، ولكن دائما كنخدم انا بالحاجه اللي تسلكني، الحاجه اللي تسلكني على حساب لي برودوي باش خدمت الكاليتي ديال لي برودوي باش خدمتي كيفاش دايره. راه ما غاديش نقارنوا خدمه ديال الدار مع الخدمه ديال المحلات، ما غنقارنوش واحد كيخدم مره كوموند مع واحد كيخدم لي كونتيتي كثيره وكياخذ السلعه بالجمله بثمن شويه مناسب. دائما هاد الحويجات خصنا نديروهم في البال، نديرو في البال بحساب ان هاد السيده مسكينه راه كتبقى شي مره حتى 3 4 ديال الصباح كتكمل في واحد لا كوموند ديال انسان اخر ورجليها تنفخوا واحد الحاله، وراه بزاف ديال الاتعاب لهاد الناس هادو، الله يسمح لينا منهم صراحه. والله يسهل على كل بنت كتخدم خدمه ديال الحلال وكتخدم خدمه نقيه، لان راه كاين في الخدمه وكاين يعني راه كاين فرق في النوع ديال الخدامي، كل واحد وكيفاش كيخدم. بالنسبه لبزاف ديال الحوايج بحال الشباكيه راه كاين اللي كيخلطها بالزيت البلديه الاصليه، كاين اللي كيدير غير الزيت العاديه، كاين اللي كيدير فيها الزعفران شعره، كاين اللي كيدير غير الملون. راه هنا كيفرق بزاف. كاين اللي كيدير زبده مزيانه، كاين اللي كيدير زبده رخيصه، كاين اللي كيخدم بما الزهر اللي داير شويه الثمن، كاين اللي شويه ناقص. انا هضر على نفسي راه كنخلط بما الزهر اللي داير 8 اورو لترو، يعني كاين ايترو العادي ب 15 درهم هنا عندنا في اوروبا باورو 50، وكاين ديال 8 اورو يعني 80 درهم اللترو. فانا كيعجبني هذاك، ما كنقدرش نخدم بالاخر، ما عرفتش شي يعجبني هذا وكيعطيني واحد المذاق الزوين في الشباكيه، فكنغمض عيني على هذاك الثمن. اذا هذيك الشباكيه راه غطلع ليا غاليه، مسكه حره اللي هي حره انا جايبها بالثمن، جايبها من بلادها الاصليه كما كنقولوا. زيت الزيتون راه طالع علينا بالثمن غالي، كتخدمي بزاف ديال لي برودوي اللي هما في الاصل غاليين. الزعفران شعره راه كتاخذيه بالثمن، كلشي تزاد، السكر تزاد باش ديري العسل، كنخلط بالعسل الحور، كنخدم بالزيت البلديه ديال المغرب كيف ما قلت لكم راه كطلع لينا غاليه. هذا العام راه طلعت اكثر من 10 اورو، يعني راه بزاف صراحه. راه شي اثمنه راه من كتجي ديري واحد العمليه حسابيه كتلقاي راسك راه بحره الحمد لله اللهم لك الحمد. فحتى الاتعاب ديال الانسان ما ينساش انه خرج تقدا ودار في هذا المحل ودار هنا ودار هنا وجاب هذيك السلعه ووجدها ونقاها وغسلها وطحنها ووجد وعطاك انت واحد الكيلو مقاد مصيب، راه داز عليه اتعاب كثير. ومن كتخرجي هذاك الكيلو ديال واحد الحاجه راه بقات من موراه واحد عرام ديال الماعن. راه الله يحسن العوان البنات اللي كيخدموا دائما وواقفين على هذه الخدمه ديالهم ومحتاجينها، فتعاونوا معاهم. راه لا هما ما يضروش نفسهم ما يضروش حتى الكليان، ولكن الانسان غير واحد الكلمه طيبه راه حتى هي كطيب الخاطر ديال الانسان. تنتمنى لا فيديو ديال النهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو بين العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. وكنتمنى من الكليان ان يتقبل الاثمنه ديال الزياده بالنسبه للناس اللي كيديروا لي كوموند، لانه الزياده عليكم نتوما في المواد الغذائيه راه حتى عليهم همايا. يعني من داك الشيء باش كانوا كيخدموا شحال هذا راه ماشي هو الثمن باش كيخدموا دابا، يعني لي برودوي اللي كياخذوا راه الدوبلات في الثمن على باش كانوا كيخدموا قبل. فماشي زادوا هما في الثمن ديال ايديهم، فزادوا في الثمن ديال السلعه اللي راه حتى هي تزادت. كيف ما شفتوا كاملين لمستوا كاملين راه كلشي على عينيكم كتشوفوا فيه. زائد ما نساوش البنات اللي شويه يعني بعادات على البلايص فين كيتقداو كيخرجوا كيديبلاصاو بالترونسبور اولا كيديو طوموبيلات، يعني خصهم غازوال اولا يخلصوا الترونسبور اللي عليهم. زائد الماء راه كلشي كيتستهلك، الماء الغاز الضوء، يعني كلشي كيخدم. يعني هادشي كامل الانسان يدير بالحساب ديالو، راه ماشي ساهل.
وحتى شي حاجه ما سهله، بما ان الانسان كياخذ واحد الدرهم ديال الحلال راه ماشي سهله باش تجي توصل له في يديه، يعني راه كيضرب عليها واحد التماره ديال بصح. وكنتمنى كل شيء ياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا والاتعاب ديالو كامل، والزياده اللي تزادت في الاسعار اللي هي كثيره كثيره كثيره. كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بالعائله والاصدقاء باش تعم فائده وباش تشجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد. نتمنى نكون فدتكم ولو في البسيط. البنات اللي كيخدموا لي كوموند الله يعطيكم الصبر، الله يعطيكم العوين، الله يعطيكم الصحيحه يا ربي باش تكونوا، ودائما ربي ييسر لكم الامور ويسهل عليكم في اللي فيها الخير يا ربي، بما انكم كتخدموا خدمه ديال الحلال وخدمه نقيه. الله يسهل عليكم وييسر لكم الامور. البنات اللي غير جالسين ما قادينش ينوضوا يخدموا على روسهم، راه ما فيها حتى شي عيب. نوضي اختي خدمي على راسك وعمر يجيبك الا قدرتي وكنتي تقدري انك تحركي وتخدمي. علاش لا؟ خدمه الحلال راه زوينه وفيها البركه الحمد لله. كنتمنى نلقاكم في الفيديو الجاي بحول الله. خليوا لي التعليقات ديالكم، اي حاجه خصاتكم فمرحبا على الراس والعين. وغنقول لكم السلام عليكم. الا كنتوا باقيين ما درتوش واحد اللايك نزلوا دابا ديروا واحد التعليق زوين باش تشجعوني تحفزوني. وغنقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.